بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. هنستأنف حديثنا ضمن السلسلة الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية. بنستعرض فيها كل جهاز طبي أو كل مستلزم طبي، بنعرف إمتى نستخدمه، إزاي نستخدمه، أهمية استخدامه. ساعين في ذلك نحن نعمل نوع من أنواع التوعية المجتمعية بطبيعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، وإمتى نستخدمها، وإزاي نختار الجهاز المناسب أو المستلزم الطبي المناسب. النهارده هنستعرض حاجة مهمة جدا. الناس اللي بتعاني من السكر وبتاخد أنسولين، لازم طبعا كلهم يعرفوا إن الأنسولين لازم يحفظ في مكان بارد، أو في مكان عازل للحرارة، أو في مكان درجة حرارته منخفضة جدا زي مثلا التلاجة. عشان كده بنحط الانسولين او خرطوشه الانسولين بنحطها في الثلاجه، بنحفظها في الثلاجه علشان الحراره بتبوظ الانسولين. طب لو في حد مثلا مسافر، حد مسافر مثلا لمده كبيره وكده، مش هينفع مثلا يشيل معاه الثلاجه وحط فيها الانسولين، لا بالتالي هيضطر ياخد مثلا تلج كده ويحطه في الشنطه مع الانسولين. لا، في حاجه افضل من كده، في حاجه اسمها حافظه انسولين، شنطه باسم حافظه انسولين. الشنطه دي تركيبتها بيبقى فيها بعض المواد اللي هي عازله للحراره، وبالتالي الانسولين بيبقى موجود في الشنطه دي بيحافظ على درجه برودته، وبالتالي ما بيبصي. طب حافظ الانسولين شكلها عامل ازاي؟ زي كده اهو يا جماعه، ده شكل حافظ الانسولين من بره، في العلبه من بره. شكلها من جوه بالشكل ده، في طبعا اكتر من شكل. انا فاتحها طبعا ومجهزها. الماده دي تبقى موجوده في الشنطه، عباره عن كيس كده فيه ماده كده جيلاتينيه، عامله زي كده الجيل الاشعه وكده. هي مش كده طبعا، هو عباره عن ماده عازله للحراره عشان تحفظ الانسولين. فانا كده عرفنا النهارده من الحلقه بتاعت النهارده ازاي احافظ على الانسولين. لازم الانسولين اللي بياخده مريض السكر لازم يحفظه في مكان عازل الحراره، في مكان درجه برودته كويسه. ما ينفعش اخلي الانسولين في مكان خارج التلاجة او في مكان درجه حراره عاليه، لانه بالتالي بيبوظ. طب علشان احافظ عليه بحطه في التلاجة. طب لو انا مسافر او رايح مكان معين، لا، استخدم حافظة الانسولين عشان احط فيه الانسولين عشان يزيد الحرارة، وبالتالي الانسولين بتاعي ما يبصي. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.